مثل كل يوم خميس عبر برنامج على الهوا سوا من إذاعة لبنان، بهالوقت منكون مع فقرة فرخ البط عوام. واليوم فرخ البط العوام عوام عبر أثير الإذاعة، عوام بمجد والد دخل القلوب بثقة بنجاح، عوام لأنه والده منه حدا عادي، هو حكمة وهبي. فنجان قهوة سكر زيادة وطعمته الطيبة دخلت لقلوب كل المستمعين عبر أثير إذاعة مونتي كارلو. حكمة وهبي فنان لبناني بامتياز، عرف خشبة المسرح، السينما، التلفزيون، التقديم، العطاء، غنى ولون ودخل الفرح لقلوب كل الناس. واليوم جاد حكمة وهبي بيدخل لحياة التجربة الخاصة بوالده لعالم الميكروفون. اليوم جاد حكمة وهبي بيقول انه انا بدي كمل الطريق لاني مؤمن انه حكمة وهبي منه حدا عادي، وبصمته بعالم الفن بلبنان هي اكتر من مسؤولية، هي استمرارية، هي رسالة، هي صورة لبنانية لفنان من هالوطن الصغير. جاد وهبي صباح الخير. يسعد لي صباحك استاذ سعيد، يا هلا وصباح الخير لكل مستمعي اذاعه لبنان. جاد، حكمة وهبي افضل او جاد وهبي افضل؟ لا هيك اذا هيك مبلشين لا هيك ما عندي مقارنه. ليك انا بدي اسمح لنفسي، انا بدي اسمح لنفسي جاوب عنك. انت جاد وهبي الممتاز، لكن بتكبر بجاد حكمة ما وهبي. في يقول ما في يقول انه يعني مستحيل هلا وبعد 100 سنه وبعد 2000 سنه اقول لك انه جاد وهبي افضل من حكمة وهبي. هيدي يعني مستحيل اولى، وحتى بعتقد يعني لكون كثير واقعي انه مستحيل تصير، لانه حكمة وهبي بحالته بوقته بظروفه بطريقته بكل هيدي الحاله يلي كونها لا يتكرر. فانا اذا بدك يعني بدون ما افوت بالمقارنه في يعني في ارفض المقارنه اصلا، لانه في يعني اوكي انا اكيد شرف كبير إلي اني بحمل هيدا الاسم، واكيد هيدي هي مسؤوليتي بالحياه. واصلا يمكن لو ما بحمل هيدا الاسم ما كنت ورثت هيدي الجينات وما كنت بهيدا الدومين، هيدا شيء مفروغ منه. بس المقارنه المباشره ما بحب فوت فيها، لانها مش مقارنه اول شيء يعني مش مقارنه عادله اذا فينا نقول. اكيد ثاني شيء انا اكيد مش بموقع مقارنه او منافسه مع بيي، انا بمطرح لاعمل شيء اللي انا بحبه اللي هو ورثني اياه. ولحتى يعني مسؤوليتي الوحيده اذا بدك انه خلي حافظ على بريق واستمراريه هيدا الاسم، يعني ببياضه بنصاعته بمحبته عند الناس. جاد ظروف الحياه اكيد ما في ظروف الحياه ما سمحت لك تعرفه لوالدك عن كسب؟ لا للاسف طبعا رحل ب 20 ايلول 92. انا كان عمري 5 شهور. لكن في يعني نحن اليوم طبعا عم نستضيفك في ذكرى ال 24 لرحيله، صح؟ صحيح 24 سنة صار 24 92 ل 2016. نعم. أميغو العرب شو ورتك طالما ما عرفته معرفة شخصية وما صار لك تكتسب من روحه من ثقافته من تجربته من خزانه الكبير؟ شو ورتك أميغو العرب؟ شوف أنا مؤمن إنه كل الأشياء اللي بدها موهبة بالحد الأدنى، يعني اللي بدها شغف إذا بدك، كلها تنتقل بالجينات وتورث بالجينات. يعني احيانا كثير بتشوف عائله فيها اصوات حلوه بيطلع الاولاد صوتهم حلو. بتشوف يعني كل هيدي القصص اللي بدها موهبه، الموهبه بتكون جينيه وبيولوجيه. اول شيء ورثني جيناته، يعني بعتقد انه عشقه للميكروفون هيدا العشق خلق معه يعني ومات معه، بس ورثني اياه. استمرت هذه الجينات فيي. هلا على الصعيد اذا بدك الانساني او الاجتماعي ورثني كثير من صفاته حسب ما الناس بتقلي. يعني انا ما في اعرف وما في احكم، بس الناس بتشبه. يعني الناس بتقلك على اسم فقرتك اليوم فرخ البط عوام واللي خلف ممات وانه بهيدي الشغله شو بتشبه بيك، وانه اف ليك صوتك شو بيشبه بيك، وعرفت كيف. يعني هول الاشياء الناس اللي عرفته واللي بتحبوه بتقولون. هلا هل الناس بتقولون من اندفاع عاطفي او ان فعلا موجودين؟ انا ما في احكم، يعني عرفت كيف. بس الاكيد الاهم شيء اللي ورثني اياه هو هذا الاسم
يلي الناس حبته وعشقته على مدى 15 او 17 سنه من مسيره اعلاميه، بقى هي المسؤوليه الاكبر اللي انا ورثتها عن حكمة وهبي. جاد، في ناس بيحاولوا يفتشوا بخامتك عن شيء قريب من صوت حكمة وهبي، عن الطيبة اللي كانت عنده، انت اخذ منها لانه علموك وقالوا لك هيك كان حكمت. برأيك السلاسة، الضيافة اللبنانية، كان سفير بباريس حكمة وهبي، ما كان حدا ابدا عادي، كان استثنائي بانه يشكل محطة لكل فنان يزور العاصمة الفرنسية. كل هول اللي خبروك عنهم طبعوك بطريقة غير مباشرة بسلاسة حكمة وهبي وشخصيته. هيدا شيء طبيعي لما ترضى عليهم هول بشكل تقريبا شبه يومي، لما يحكوك عن صفات حكمة وهبي بشكل تقريبا شبه يومي، وعم يحكوك مش لانه بس ليخبروك، يعني عم خبرك قصة، عم يحكوك ليخبروك وليفهموك انه انت اللي مسؤول تكفي هيدي الطريقة، وانت اللي مسؤول يعني تستمر فيك هيدي الصفات، بقى تبعوك فيها وبتصير تحس بالمسؤولية، وانطلاقا من الاحساس بالمسؤولية، وانطلاقا من يعني موروث جيني بيولوجي فطري او طبيعي اذا بدك، مع بعضهم بيجتمعوا لحتى يشكلوا نوع من انه انا لازم كفي بهيدي الطريقه، وانا لازم يعني يكون بهيدا جرب قد ما في. يعني عم بقول لك حاله حكمة وهبي يعني لا تتكرر، وانا على طول بقولها على فكره انه انا مش جاي يكمل طريق حكمة وهبي، لانه حكمة وهبي طريقه مش ناقصه، يعني صحيح راح بعز الشباب بس طريقه مش ناقصه برأيي، مسيرته مكتمله ورائعه رغم قصرها، يعني متقدمه واكثر من متقدمه، اكثر من متقدمه طبعا، بس انا وتقدميه كمان افونجارديست يعني كمان. اي صح. بس انا جاي اعمل طريق خاصه فيه، بس طبعا فيها الكثير من روح حكمة وهبي، ومن اخلاق حكمة وهبي، ومن انسانيه حكمة وهبي. اي دور لعبته الوالده؟ الدور الاكبر. يعني هذا اللي فيه لك يا الدور الاكبر، يعني لما وانا قايلها قبل كمان اكثر من مره، انه لما تكونوا بيك وامك موجودين، عاطفتك وانتمائك اذا بدك بيتوزعوا على شخصين. بس لما يرحل البي واصلا انت ما بتعرفه، فكل عاطفتك تقريبا بتصب بمطرح واحد، يعني بتصير امك هي الام والبي بنفس الوقت، والاخت والخي، حتى لما اكون وحيد، وانا يعني وحيد بالعائله بقى، فهي بتلعب الدور الاكبر، بتاثر عليك بالشكل الاكبر، يعني بتربيتها، بانه بتربيك على صوت بيك، على اخلاق بيك، بتقول لك انه لو يعني مثلا على كل حاله انا جمله كنت اسمعها على طول، انه لو كان بيك هون ما كان بيقبل هيك، او لو كان بيك هون كان بيقول لك هيك، كيف يعني. فهذا هو الدور الاكبر. تعتبر انه حكمة وهبي بعد رحيله وجهك عن طريق والدتك؟ يعني التجربة تفاعلاتهم بين بعضهم رواسبها هي اللي أخذتك إلى خط، يمكن لو حكمة وهبي كان موجود على قيد الحياة كان بيمثل خطه بنسبة كتير كبيرة بتربيتك طبعا. صحيح أنا هذا اللي بدي أقول لك إياه، يعني فعلا هيك، فعلا ما بدنا كمان ننسى حق العائلة كلها، لأنه كل اللي كانوا حول حكمة وهبي وكل العائلة متأثرين جدا بتجربة حكمة وهبي. تعرف لما الشخص يكون هالقد ناجح وهالقد مؤثر وهالقد يعني له بصمته بالحياة، الناس اللي حواليه تقريبا كلها بتتأثر فيه، يعني بيطبع فيهم. فلما يروح هيك فجأة بصيروا بدهم يعملوا حيالله شيء إذا بدك ليكونوا أوفياء له ولذكراه، وليكونوا أوفياء للشيء اللي هو بيحبه، يعني لشيء اللي هو بيصيروا هن يفكروا إنه لو هو موجود شو كان بيكون بده، لو هو موجود شو كان بيطلب من ابنه هلا، لو هو موجود كيف كان بيربي. بقى بيربوك على نفس الطريقة. بقى حكمة وهبي بطريقة أو بأخرى رباني حتى هو تحت التراب. إنسانيا نتحدث مش فنيا، فنيا كل العالم تعرفه، لكن إنسانيا طبعا كل اللي بيعرفوه عن أوروب بيحكوا عن بسمته، عن أمله، عن تشبثه في الغد وفي رؤيويته للغد، والأهم عن طيبته وأصالته اللبنانية وتمسكه بأرضه. أخذت كل هو منه. صح. لا ما حل الواحد يحكي عن حاله، بس لا بدنا نحكي يعني لنقول نحن بفقرتنا فرخ البط. ويعني انت بتعتبر انك تأثرت بشخصية حكمة وهبي انطلاقا من المعرفة القريبة للمقربين. نحن بنعرف الفنانين، المقالات،
بتحكم على النتاج الفني، لكن القراب من الشخص هن اللي بيعطوا الزواد القريبة للولد عن والد رحل وما عرفوا. بعتقد اذا بتسالهم بيقولوا لك الى حد كبير ايه. الى حد كتير بعيد يعني. انت برايك بشو بتتميز عنه؟ برايك بشو بتتميز عنه؟ شو بتتميز عنه برايك؟ بشو بفرق يعني؟ لا، شو خصائص جاد وهبي الخاصة فيه اللي حسب ما قيل له منا موجودة بحكمة وهبي؟ بدك اعلاميا او انسانيا؟ اثنين، شو عندك هيك تعطينا. شوف، انسانيا ما في اقول لك، ما في يعني. انسانيا بالعكس، بعد ما قصني اشياء كثير لصير انساني قد ما كان حكمة وهبي انساني. لانه حكمة وهبي اهم ما يطبع مسيرته الانسانيه والفنيه انه كان انساني حتى بالفن. يعني كانت انسانيته تنعكس على كل شيء، على عمله حتى، غير على علاقاته الاجتماعيه. يعني حتى بعمله كان انساني جدا. بالانسانيه رغم اني ادعي اني يعني ذو منحى فكري انساني جدا، بس بعتقد بعد ما قصني كثير لكون اذا بدك بالتطبيق انساني قد ما كان حكمة وهبي انساني. لانه حكمة وهبي كان انساني بشكل يعني حتى انا بستعمل كلمه انه مبالغ فيه، مع انه بالانسانيه قد ما بلغت ما بتكون عم تبالغ يعني. بس انه فعلا لتعبر عن قد ايه كان هالقد انساني. كان يعني الرمز والقدوه. كان الرمز والقدوه. عمليا مهنيا بشو بتتميز عن والدك؟ ايه في احكي مش شو تميز اذا بدك اكثر من انه شو الفرق بيني وبينه. يعني لانه شوف 24 سنه كثير كتار بعمر الاعلام، يعني كثير بعمر الاعلام بشكل عام، خصوصي الثورات اللي صارت خلال 24 سنه اذا بدك علميا وتكنولوجيا صرنا بعصر الصوره وعصر السرعه وهلا عصر السوشيال ميديا. يعني تغيرت الحياه بشكل كثير كبير وبشكل سريع جدا. هول 24 سنه اذا بترجع بتفكر بشخصيه الاعلام كله بشكل عام كيف كان من 24 سنه واكثر. يعني من 24 سنه من وقت ما بلش حكمة وهبي بال 75 يختلف اختلاف تام. المطلوب اليوم تقريبا يعني في كثير اختلاف كبير بالشخصيه الاعلاميه نفسها. بقى يعني هذا الشيء طبيعي يخليك تتميز او تكون غير بادائك، بتصرفك على الهواء، بطريقه تقديمك، حتى بكونسبت البرامج يلي بتقدمها. هيدا اللي بيفرق. يعني انا بعتقد اني اخذ من حكمة وهبي الكثير من الروح المرحه مثلا على الهواء. بعتقد بيقولوا لي انه كثير سريع البديهه مثل بيان. يعني هيدا اللي بيسمعوا المستمعين اللي بيعرفوا انه بيسمعوني وبيعرفوا انه انا من حكمة وهبي. يعني قد ايه في من خامه الصوت جاد؟ قد ايه في من خامه الصوت؟ لحد بعيد بعتقد. يعني فيك تقارن اذا انت متذكر. انا كبرت. انا اللي جابني على هالمهنه هو صوت حكمة وهبي عبر أثير مونتي كارلو، هو برامج حكمة وهبي التلفزيونية. أنا من الأشخاص اللي بقول إنه عشقت شيء اسمه مايكروفون من وراء اللي كنت أسمعه من حكمة وهبي. وأنا بدي أقول لك إنه في القرار بالصوت. هلا اللي عم بسمعه على التليفون والهاتف منه وفي كتير للصوت، نحن بنعرف، بس في الكتير، في حتى هالقال صغيرة هيك بالكلام، هالقال حلوة، هالبسمة. هو لا، وانت لقط الشيء رح تدرك ستريت تو ذا بوينت. لانه الشيء كثير مزبوط انه انا بيس صوتي او قرار صوتي هو كثير قريب من صوت حكمة وهبي. لما تعلى شوي صدى بيفرق. ما بخبرك قد ايه عم بعيش فرح؟ ما بخبرك قد ايه عم بعيش فرح بهاللحظات. انا والله انا اللي سعيد وانا اللي فرحان كثير سعيد. لانه بتعرف كمان انا شغله بدي اخبرك اياها لك، انه انا لما بدي اخبرك، انا لما كنت صغير مش من زمان كثير يعني كنت احضرك على تلفزيون لبنان. اذا ماني غلطان صح؟ مزبوط. لا مزبوط. كنت اطلع على تلفزيون لبنان كمان بالبرنامج الصباحي. فأنا بتذكرك كثير منيح يعني. فكمان سعيد جدا بإني أكون معك. شكرا لك يا جاد. وأنا بفتخر إنه يكون في شاب لبناني بعمرك مثقف مؤمن بأصول المهنة ودخل إليها من باب الدراسة الأكاديمية والثقافة الواسعة. حديثك ينم عن ثقافة كبيرة.
جاد حكمة وهبي أخذت المسؤولية. تسلم جاد حكمة وهبي أخذت المسؤولية، ومش بعفوية وغوغائية الإرث دخلت إلى بابا. لكن شو اللي أخذك إلى الاغتراب؟ اللي أخذني إلى الاغتراب ظروف حياتية، تفاصيل بسيطة، وظروف عامة كلنا بنعرفها. يعني قسمين: الظروف العامة اللي كلنا بنعرفها بالبلد، ظروف العمل بلبنان بشكل عام، ظروف الإذاعة بلبنان اليوم بشكل خاص. يعني في كتير ظروف بالبلد ما بدنا نكون سلبيين على الصبح ونحكي عنها، بس تدفعك لأنه تفكر إنه بدي جرب روح لبرا. مع إنه يعني هيدي شغله كثير مهم نشير لها، انه دائما بقول وبضل يقول مثل ما كان حكمة وهبي يقول انه علنا نعود يوما، وهذا الطموح الاكبر. يعني انتم بيسالوني انا انه شو حلمك تعمل لان توقع يكون الجواب حلمي مثلا صير مثل حكمة وهبي. هيدا الكليشيه اللي البط فرخ البط بيخدره يعني على طول. عرفت كيف؟ فلا، انا بقول له ان حلمي شي يوم كون عامل مسيره اعلاميه محترمه وارجع على بلدي، اقدر يعني وظف اللي عملته على ايدي ببلدي. ومره سالوني قلت لهم انه الشيء الوحيد اللي اكثر شغله ممكن تزعجك او هيك تحس بقلبك انه انت تصير مثلا برات بلدك معروف الى حد ما، ببلدك بعد ما يعني قليل جدا اللي بيعرفوك او سامعين انه انت بهذا المجال، لانه ببساطه انت ما بتشتغل بالبلد ولا باذاعه يعني بتبث على الهواء بالبلد. بقى هيدا اللي دفعنا. هلا الظروف الخاصه الثانيه يعني ظروف خاصه، والدتي كانت بالامارات وجيت لعندها، وعلى فكره صارت بقصص بالكثير من يعني الصدفه لعبت دوره والحظ لعب دوره، القدر اخذك لمكانه. ايه طيب جاد وينك من التلفزيون؟ انا عم بسابق الوقت للحق اسالك كل شيء براسي. جاد وينك من المسرح والتلفزيون وكل الأعمال اللي برع فيها حكمة وهبي بتعني لك، أو أنت رحت للاختصاص الأقرب لروحك؟ شوف، التلفزيون ماني بعيد عنه هلا أبدا، لأنه كل يوم بطلع على التلفزيون. احنا راديو الرابعة بالإمارات تبث مباشرة كمان لايف تي في على شاشة قناة عجمان الفضائية. نعم. أنا كل يوم بطلع على التلفزيون يعني. وعلى فكرة اللي بيتابعونا من لبنان وهيك يعني من برات الامارات وصلتهم التي في، يعني عاده بيتابعونا على صح الساتلايت. فعلى التلفزيون يعني مش بعيد بس ماني بعيد، لاني المفروض يعني الاذاعه اللي بشتغل فيها بتطلع تي في كمان. بس اذا بدك بالقلب شوي بعيد، لانه يعني انا مسحول بعالم الصوت، اذا بدك بعالم الميكروفون. كمان هيدي شغله مثلا ورثني اياها حكمة وهبي بدون ما انا اقرر او بدون ما انا احس يعني. لانه كان على طول يقول يعني اللي بيعرفوه منيح واللي متابعين مسيرته بيعرفوا، كان يقول على الهواء وبمقابلات معه كمان انه انا يعني اوكي عملت تلفزيون لحتى نوع وتسلى، عملت اذا بدك كمان مسرح. اول شيء بلش مسرح، لانه يعني شغفه الاساسي كان الإذاعة، الصوت، عالم الصوت. كرمال هيك كان مقل بالتي في وكان مقل بالتمثيل، يعني مثلا فيلم واحد ومسلسل واحد. أنا عن التمثيل بحس حالي بعيد، يعني هيدي شغلة يعني. ولا مرة جربت امبلا جربت الدوبلاج إذا بدك، مشي حالي يعني. التمثيل بالصوت ماشي الحال تمام، بس إنه ما جربت ولا مرة مثل على تي في، وما سعيت ولا بس على انه ما بحس بذوق كبير للتمثيل. نعم. المسرح، شوف المسرح حالة خاصة. انا من الناس اللي بيحبوا المسرح كثير اكثر ما تتخيل، يعني من الفنون المفضلة جدا المسرح بالنسبة لي يعني. حتى بالتمثيل انه بتصور المسرح هو الاهم، يعني اهم من السينما ومن التي في. بس هلا انا جربت المسرح ايام المدرسة يعني من زمان كثير. ممكن نشوفك بتجربة. كنت حب كثير بس انه هلا برجع بعيدة او لا ما بعتقد بس مش بعيدة عن قلبي يعني. انا عن جد اعشق المسرح يعني. ان شاء الله نشوفك لما اكون عليه كمان بحبه يعني ان شاء الله. داهمنا جد الوقت داهمنا. انا بس بدي بكلمتين تنختم. قد ايه بتشتاق لحكمة وهبي؟ بشتاق له كثير اكيد يعني. هيدا شيء
شيء طبيعي. اذا بدك اي حدا بيشتاق لبيه حتى لو ما بيعرفوا. هلا كلمه تشتاق اجمالا يعني بتنقال لما تكون تعرف شخص او عايش انت وشخص ورحل عنك بتشتاق له. انا بقول اكثر بفتقده بمطارح العالم. حلو يعني بفتقده اذا بدك، بفتقد لوجوده. بقول انه انسانيا واذا بدك مهنيا كمان. يعني بابسط الحالات لما كنت بدي بلش اعمل مذيع، او لما كنت بدي بلش بكليه الاعلام، او لما كنت بدي بلش اطلع على الهواء، انه لو حكمة وهبي موجود قد ايه كانت بتفرق، وقد ايه كان ممكن يعلمني، وقد ايه كان ممكن يعطيني ملاحظات، وقد ايه كان ممكن يكون مؤثر جدا بمسيرتي وبطريقتي وبادائي يعني على كل حال جاد بدنا نطمنك، انت فرخ بط اجدت العوم، ومن فنجان قهوة سكر زيادة إلى على ورق الورد وغير محطات كنت تعوم بثقة وثقافة وفخر بأنك ابن حكمة وهبي. جاد حكمة وهبي، شكرا لك. كنت ضيفنا اليوم بالذكرى 24 لرحيل حكمة وهبي. نتمنى لك كل التوفيق وإلى لقاء آخر قريب. شكرا. شوف هيدا من ذوقك يا أستاذ سعيد. أنا بشكرك كثير، وهيدا شرف لإلي كان هذا اللقاء معك وعلى هوا إذاعة لبنان اللي هي مثل بيت بالنسبة لإلي. تسلم. ضيفة أكثر من مرة. تحية لكل العاملين، لكل الكل بيحيوك وبيشكروك. شكرا جزيلا لك، وانا اللي تشرفت وسررت بهذا اللقاء، وعلى امل كمان هيك على الصعيد الشخصي اللي هي قريبا ولما تكون بلبنان هيدا بيشرفني طبعا. شكرا لك جاد حكمة وهبي. اتمنى. شكرا استاذ سعيد، شكرا جزيلا لك.